الدرس الرابع، انتر ميامي. اتفاجئنا في الشوط الاولاني مستواهم وحش جدا. قلنا دي فرقه انتر ميامي بتاعت اسكندريه، مش بتاعت امريكا. اللي حصل امبارح بقى، ميسي عنده كام سنه؟ جده ميسي، الراجل الدهن في العتاق. ميسي امبارح يا جماعه اكبر واحد. يعني لو قارناه المستوى البدني بتاعه، يعني قلنا البدني بتاعه 100%، ميسي امبارح مثلا هنقول له 30% بدني. قدام مثلا لعيبه الاهلي اقل واحد فيهم مثلا في النادي الاهلي عنده 80% بدني في الملعب. ميسي امبارح باقل مجهود على الواقف كان بيلاعب فرقه الاهلي لوحده، وهو واقف معلم باشا، عمال يرقص كده ويرقص كده ويشوط كده، وراح يلعب للركنيه للولد التاني يبصها له هوب زو، الشناوي يتالق ويشيلها بره ال 18، رقص ثلاث لعيبه هوب برجله يشوط هوب، الشناوي يشيلها. ميسي امبارح عمل ماتش بيقول ان اللعيب مش جري وتنطيط في الملعب، خاصه في السن ده. اللعيب لعب 90 دقيقه، مجهوده البدني في الملعب ما يعديش 20 30%، ما يجريش 10، يعني 10 اقول 10 ايه، ما يجريش ما راحش الملعب ورجع زي تريزيجيه مرتين. الراجل واقف في الملعب بيتحرك التحركات التكتيكيه بتاعته اللي هو بيتعلم عليها، نشأ عليها. المدرب بيقول له انت هنا وهنا وهنا، الكره هتجيلك، اتعامل. فميسي امبارح كان اللعيب الوحيد اللي بيلعب قدام النادي الاهلي. يعني لو شلنا ميسي من انتر ميامي مش هنلاقي فرقه. اللعيبه الثانيه كلها دون المستوى، يعني اللعيبه اللي ضيعت واللعيبه اللي كانت بتروح وتترقص من طوب الارض وبتاع، اللعيبه دون مستوى. فاحنا امبارح ده الدرس الرابع، بنقول اللعيب مش جري وتنطيط في الملعب، اللعيب اللي بيخلص. ميسي امبارح عمل ثلاث اربع كور، فيهم الكره الثابته اللي عملت صدمه لكل اللي كان بيتفرج على الماتش. دخلت جوه طلعت بره، كره ثابته تتدرس، الراجل شايطها ازاي، محطوطه في الضيقه، لو كانت دخلت كان هيبقى جون تم. ده الدرس الرابع، بنقول اللعيب مش جري وتنطيط. اجري والعب وعافر، بس انت يا حبيبي في الجزء الاخير الهجومي بتاع فرقتك، الدفاع بتاع الخصم، انت بقى هنا اللمسه الاخيره بتاعتك اللي بتخلص، الخبره، المفيد. انت هتعمل اسيست ازاي، هتشوت ازاي، هتعمل جمله تكتيكيه ازاي. ده الفرق بين الكوره اللعيب اللي بيلعب بره في اوروبا واللعيب المصري. اللعيب المصري عندنا عاوز يجري بالكوره يخش بقى جوه الجون، او عايز يرقص الفرقه كلها ويرقص الجون ويقف على الخط ويجيب الجون بظهره عشان يبقى جون عالمي. فده الدرس الرابع، بنقول اللعيب مش جري وتنطيط، اللعيب اللي بيخلص. ميسي لعب امبارح 90 دقيقه، تريزيجيه لعب 45 دقيقه على اعلى مستوى، خلص شطه الكوره، شطه مجهود بدني. زيزي نوزل لعب جري جريتين في الملعب، المدرب شاف ان هو مش قادر راح مطلعه. مش عارفين. ده الفرق بيننا وبين اي فرقه في العالم. في العالم هناك بيلعبوا بالكوره، احنا في مصر ثقافتنا بنجري ورا الكوره. هقول تاني، العالم كله بيلعب بالكوره، واحنا في مصر بنجري ورا الكوره. شكرا.